أول خطوة بنعملها لما الكراتين توصل بنفتحها ونسيبها شوية عشان يدخل جزء بسيط من النور والهواء ودرجة الحرارة تفضل ثابتة. أول نوع معانا هو الجلو لايت تترا، سمكة صغيرة ورقيقة وفيها خط أحمر فسفوري ممتد على الجسم، بيظهر منظر يخطف العين وبتعيش بهدوء مع معظم الأسماك وكمان مع الجمبري. بعد شوية ببدأ أطلع السمك وأسيبه يعوم على وش المية شوية عشان ياخد نفس درجة الحرارة، وبعد كده أنقله للجردل المخصص ليه وأبدأ التنقيط. تاني نوع وهو الهارلي كوين الأصلية، سمكة أي محترف لازم يحطها في حوضه، سريعة جدا وبتعمل سكولينج رهيب بيخلي المشهد كله تحفة. تالت نوع وهو جرين فاير ريد فين، سمكة بلون أخضر والديل لونه أحمر والزعانف كلها بيض. رابع نوع وهو البريفيان رام، نوع جديد ومميز من الرام، أقوى وأكبر من الرام العادي. خامس نوع وهو الكونجو تترا، مقاس ممتاز علشان السعر كمان يكون مناسب لأي حوض. سادس نوع امدرال دوارف راسبور، سمكة شيك جدا فيها خطوط بالطول زي النمر، مسالمة بتعيش مع أي نوع ومع الجمبري. سابع نوع معانا هو البلو فين لوتش، سمكة شكلها جامد بتحب تلزق كده على السطح وتبين جمالها مع الإضاءة وبتكبر بشكل يخليها ملفتة في الحوض. تامن نوع وهو النيكود مايكرو راسبورا، سمكة خيالية جسمها أزرق لامع والخطوط الحمراء على الزعانف زي الريد لاين بار، بس صغيرة وجميلة مش بتكبر، وتحفة لأي حوض. وبكده تكونوا شفتوا مجموعة من أجمل وأندر الأسماك اللي وصلت، ولسه اللي جاي أجمد. في فيديوهات جاية هنكمل معاكم باقي الأنواع وهنوريكم جمالها جوه الحوض. أنا يوسف وحيد، سلام.